السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفينو بتاع المحلات في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، بدون لبن ولا زبده ولا بيض ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه، اللقمه بتاعتنا طريه جدا وبتنقطم معانا بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. وكمان لو احنا جينا فتحناه كده بالسكينه او بالمقص هنبص نلاقي ما شاء الله عليه اللب بتاعه كويس جدا اهوت، زي ما انتم شايفين محمر من فوق ومن تحت وكمان طري جدا. وهقول لك على البدايل اللي تقدري تستخدميها واحنا بنعمل العجينه بتاعتنا، وهقول لك كمان لو طلع ناشف معاكي ترجعيه طري ازاي. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتنا واول مره تشوفونا، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتتكوا على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد بوصفاتي. يلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه كده انا هعمل كميه كبيره شويه مش كميه صغيره. انا عندي هنا كيلو ونص من الدقيق، هحط عليهم نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السكر، ومعايا معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، 2 باكت من الخميره الفوريه او معلقتين كبار، وكمان معايا معلقه من الخل. وهيبقى معايا ميه دافيه. تقدري تستبدلي بدل الميه دي لبن لو انت حابه، علشان خاطر لو انت عايزه تزودي القيمه الغذائيه ولا حاجه. بس انا هنعمله النهارده بالطريقه الاقتصاديه دي. كمان تقدري تعجني الفينو بتاعنا في العجان، او كمان تعجني على ايديكي، بس هو بصراحه بياخد خدمه شويه في العجن. اول حاجه كده هنبدا نعمل الخميره بتاعتنا. انا عندي هنا كوبايه من الميه الدافيه، احط عليها السكر واحط عليها كمان الملح واحط عليها المعلقتين الخميره اللي احنا كنا شايلينهم، وابدا بقى اقلب المكونات بتاعتي كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده، ونحط كمان معاهم الخل. وبعدين عندي كوبايه هنا من الدقيق، هبدا اعجن بيهم كويس جدا. هيبقى الخليط بتاعي كده سايل، بس هي دي الطريقه الصحيحه اللي الافران بتعملها. وبعدين هبدا بقى اغطيها كده واركنها على جنب لحد ما تبدا تعمل فقاعات معايا كده او تخمر معانا شويه، علشان خاطر نبدا نعجن بيها. هتبقى عامله كده زي عجينه البانكيك كده شويه. بس الطريقه ديت هي الطريقه بتاعه الافران. هبدا بقى اركنهم على جنب، واول ما يبداوا يعملوا فقاعات كده مثلا بعد حوالي ربع ساعه او حاجه، هنبدا نحط عليهم نص كوبايه من الزيت. وبعدين نجيب الدقيق بتاعنا. انا عندي هنا كيلو ونص من الدقيق، هبدا اضيف عليه الخليط بتاعي اللي انا عملته. هضيف اول حاجه كده معلقه البيكنج باودر اللي انا كنت سايباها. انا حطيت المكونات كلها لكن ما حطيتش البيكنج باودر. هحط بقى كل السائل اللي انا عملته ده، الخميره والسكر والزيت وكله. وطبعا هي مش تاخد كوبايه واحده بس من الميه، هي تاخد خدت معايا العجينه ديت حوالي 4 كوبايات الا ربع من الميه. هبدا بقى اقلب المكونات كلها مع بعضها كده بمعلقه، وبعدين ابدا هستخدم ايديا في العجين. طبعا العجين بتاعنا مش مجرد مكونات وبس، لازم الفينو بالذات دون عن اي مخبوزات تانية لازم ينعجن كويس جدا علشان يربي عرق معايا، ونسبة الجلوتين اللي تبقى فيه دي تبقى عالية. لازم نستخدم اول حاجة دقيق تكون جودته كويسة جدا. انا هنا مستخدمة دقيق الاهرامات، لان طبعا المصانع فيه والمحلات بيبقى فيه دقيق معين كده للفينو بيبقوا يجيبوه، مش اي نوع دقيق بيستخدموه. طبعا واخلي بالي وانا بعجن العجين بتاعي لازم ما احطش كميه الميه كلها. انا استخدمت 4 كوبايات الا ربع من الميه، لكن حطيتهم على مراحل بمقدار معلقتين معلقتين كده، وفضلت اعجن في العجينه بتاعتي لحد ما تبقى طريه خالص خالص ولينه ومفيش اي فيها زوايد ولا حاجة، علشان خاطر العجينة بتاعتنا تربي عرق. لان لو ما ربطش عرق معانا الفينو بتاعنا مش هينفش ولا يخمر ولا هيبقى فيه لب كده من جوه. لازم اعجن شويه بشويه زي ما انتوا شايفين كده. احط مقدار معلقتين معلقتين واعجن. طبعا تقدري تستخدمي العجان لو انت عندك عجين هيريحك كتير. طيب نقدر نعجنها قد ايه؟ هتقدري تعجنيها بالظبط حوالي 20 دقيقه. هتفضلي تعجني في العجينه دي حوالي 20 دقيقه. انا بعد بقى ما عجنتها كده في الطبق ما عرفتش اتحكم فيها كويس، فاضطريت ان انا احطها على الرخامه وابدا آه، 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 اشدها كده واربي فيها عرق كده بالطول، ارجعها تاني. وانا كنت شايله من مقدار نص كوبايه الزيت لما جيت احطه على الخميره مقدار معلقتين اتنين، بدات احطهم بقى دلوقتي
هنلاحظ ان العجينه بتاعتنا بدات تتقطع كده مننا، مش مشكله خالص. هتفضلي تعجني فيها كده، توديها وتجيبيها كده زي ما انا بعمل كده لحد ما تبدا تلم كل الزيت، والعجينه كلها تتلم معايا. طبعا العجينه هنا عندنا مش متماسكه، يعني مش يابسه او ناشفه، لا العجينه بتاعتي لينه خالص علشان خاطر الفينو بتاعنا يبقى طري معانا ويبقى فيه لب من جوه. ما ينفعش العجينه بتاعتي تبقى ناشفه، لان لو العجينه ناشفه الفينو مش هينجح معانا. نفضل نعجن في العجينه لحد ما نبدا نشدها كده لفوق، نلاحظ ان هي ما بقتش تتقطع ولا اي حاجه. طبعا انا اسفه ان انا طولت الفيديو وخدت وقت طويل في العجن، بس عشان خاطر اوريكم كل مراحل العجين بتاعتنا علشان خاطر يطلع ناجح معاكي بنسبه 100%. لان الاول مره انا عملت العجين بتاع الفينو ده، انا عملته كده بنفس الطريقه بالظبط، بس ما خدتش مده العجن دي كلها، فالفينو ما نفعش معايا خالص وطلع كده ناشف ومش ناجح. لكن لما استخدمت الطريقه ديت وفضلت اعجن فيه لحد ما العجينه كده اشدها في ايديا، الاقيها كده بتمط معايا كده وكمان ما بتقطعش معايا، يبقى ديت العجينه كده نجحت. هعجنه لمده 20 دقيقه. بعد كده اجيب بقى الطبق اللي انا كنت بعمل فيه، هبدا ادهنه كده بمعلقه من الزيت، علشان طبعا العجينه بتاعتي لينه ما تبداش تلزق معانا. وبعدين ابدا كده احط العجينه بتاعتي المها كده وادهنها برضو بدهنه خفيفه جدا من الزيت، علشان ما تلزقش في الاسترتش راب بتاعي او في الفوطه اللي انا هبدا اركنها فيها علشان اغطيها بيها عشان تخمر. هنركن العجينه بتاعتنا لحد ما تخمر كده بعد ما نغطيها بالاسترتش راب او بفوطه، طبعا على حسب درجه الحراره عندك. وطبعا احنا في الشتاء احنا عارفين احنا بنخمر العجينه بتاعتنا بسرعه ازاي، لكن احنا دلوقتي لسه الشتاء ما دخلش قوي، فهنغطيه بفوطه ونركنها. بس لو انتي داخل عليكي الشتاء وعايزه تعملي فينو، هتبداي تسخني ميه كده وبعدين تحطي فيها العجين بتاعك، الطبق بتاع العجين بتاعك في قلب الميه وتغطيه بفوطه، ده هيساعد على عمليه الخوم بتاعنا. بعد العجينه لما خمرت خالص وملت الطبق، انا اسفه ان المقطع ده انحذف بصراحه ما خدتش بالي. لكن بعد ما خمرت العجينه هبدا المها تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين ادهن ايديا كده زيت، وادهن برضو الرخامه او الطبليه او اي مكان انا هعمل عليه الفينو بتاعي برضو زيت كده، عشان خاطر ما يلزقش معايا، خصوصا ان العجينه لينه معايا كده. هبدا بقى اقطع كده العجين بتاعي واقرصه على قد انا هنا عامله الفينو قد البيضه، مقدار حجم ونص كده. لو انت طبعا لو انت عندك ميزان تقدري تعملي مقاس الرغيف مثلا 70 جرام او 65 او 60 جرام، على حسب ما انت عايزاه. انا عملتها بصراحه بالويم كده لان انا ما عنديش الميزان الصغيره اللي بتحسن بالجرامات ديت. بعد كده بقى هبدأ اخد اول كورة انا كنت مكوراها، وبعدين بالنشابة بتاعتي كده الصغيرة دي، او كمان تقدري تعمليه بايديكي. هبدأ كده افردها كده زي ما انتوا شايفين، واخلي الحجم بتاعها يكون طول شوية، اخلي ال الشكل بتاعها يكون مطول شوية. وبعدين ابدأ اخد اول الطرف كده واثبته كده اضغط عليه علشان يتماسك كويس مع العجينة بتاعتي، وبعدين ابدأ الفه كده رول، وبعدين اقفله كويس جدا جدا من كل النواحي. ابرمه برده تاني كده والفه لفتين كده على الرخامة عشان اللحام بتاعي القفل بتاعي يبقى مظبوط. واخليه وانا بحطه في الصاج كده اخلي القفل ناحية تحت زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتقولي العجينة لينة، هي العجينة بتبقى لينة شوية مش متماسكة قوي، بس انت بقى تتعاملي معاها وتدهني ايديكي زيت والرخامة كمان زيت، حاجة خفيفة كده ما يلزقش معاكي كده ويبقى صعب. لا هو سهل جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنعمله كده بالنشابه على طول اهو. ابسطه بايدي بس اكسره كده حاجه بسيطه، وبعدين ابدا كده بالنشابه اديله الشكل الطولي ده، وبعدين ابدا اخد الطرف كده اتنيه واقفله كويس جدا عشان يبقى قافل كده ببعضه. وبعدين ابدا كده ابرمه زي ما انتوا شايفين كده، اقفل القفل كده اللي في الاخر ده العجينه بتاعتنا كده بايدينا زي ما احنا شايفين. وبعدين ابدا اقفله كمان من الجوانب، ابرمه كمان كده
كويس جدًا، جدًا، وبعدين أبدأ بقى أحطه في الصاج بتاعي واخلّي القفل بتاعه ناحية تحت. عايزة الفينو يبقى تخين شوية تقدري ما ترفعهوش أوي وأنتِ بتبططيه، عايزاه مثلًا طويل تكبّري التقريصة وتطوّليه براحتك خالص، الشكل ده في الآخر بيطلع زي ما أنتِ عايزة. أعمل معاكم واحد كمان. طبعًا تقدري تعمليه بالسمسم، في ناس بتحب تحط على وشه سمسم بعد ما تبرمه كده، في ناس تحب تحط عليه حبة البركة عشان تزود مثلًا القيمة الغذائية براحتك خالص، في ناس بتدهنه على وشه كده نسكافيه أو بيض ولبن، لأ إحنا النهارده هنعمله اقتصادي خالص، مش هندهنه ولا نسكافيه ولا بيض ولبن، بشوية مَيّة بس كده في البخاخة هنرش بس بيه، وهيطلع جميل زي ما أنتم شُفتوه في الأول بإذن الله، اقتصادي جدًا. هاعمله معاكم مرّة تانية مش بالطريقة الاقتصادية إن شاء الله قريب جدًا. ده شكل الفينو أهو بعد إحنا بقى ما عملناه كلّه. إحنا حطيناه بقى في الصاجات كده زي ما أنتم شايفين، هنبدأ بقى كده عندنا بخاخة من المَيّة مَيّة بس هنبدأ نبُخ بيه، أو تقدري تضيفي معلقتين 2 بس من الزيت بحيث إن يلمّعوه، وبعدين هنسيبه لحد أمّا يخمر كويس جدًا، وبعدين هنبدأ ندخّله الفرن على درجة حرارة مش هادية ومش عالية أوي، العين تبقى وسط كده من فوق ومن تحت كمان، ولو أنتِ هتخبزيه في فرن بوتاجاز برضه هتقدري تولّعي القاع من تحت. ولمّا يبدأ ياخد لون من تحت ويستوي ولسه ما خدش لون من فوق هتبدئي تولّعي الشواية. أول ما يبدأ ياخد لون معايا كده زي ما أنتم شايفين عندي هنا بخاخة من المَيّة كمان، هابدأ بقى كده إيه، أبُخ كمان بَخّة من المَيّة عليه علشان خاطر يبقى طري معايا، وكمان يبقى بيلمع معانا كده. يبقى أنا هاطبخه 3 مرات، مرة قبل ما يدخل الفرن، ومرة أمّا يخش الفرن كده بعد ما يستوي، ومرة كمان بعد ما يطلع على طول هو طلع أهوّة وهو لسه سخن، هابدأ أطبخه كده وبعدين أبدأ أغطيه بقماشة عندي أو وممكن كمان تغطيه من فوق الكيس، من فوق القماشة بكيس كمان علشان يطلع طري معانا ويطلع بالشكل اللي أنتم شايفينه ده بسم الله ما شاء الله، طري جدًا أهوّة وجميل جدًا، ما شاء الله مقلي من فوق ومن تحت مش لازق في الصاج ولا أي حاجة، لإن طبعًا إحنا لمّا دهناه الدهنة البسيطة من الزيت لمّا كنا بنبططه عملت عازل، فما خلّتهوش لازق معانا كده ولا هنسلكه بسكينة ولا حاجة، طري جدًا ولمّا بنتنيه قدامنا أهو ما بيقطمش ولا أي حاجة، ده دليل على إنه طري من جوّه ومن برّه. وما شاء الله يعني الفينو ده ما شاء الله عليه طلع جميل جدًا وناجح جدًا، ولو أنا مكلفة على الفيديو ده حوالي 40 جنيه، فهو اداني فينو بحوالي 80 جنيه، يعني ضعف الكمية، يعني مثلًا أنا لو هاجيب فينو من برّه بقد كذا، لأ لمّا تعمليه في البيت هيبقى أكتر ما أنتِ بتجيبيه من برّه حاجة نضيفة أنتِ عارفة هو معمول إزاي، زي ما أنتم شايفين كده لمّا بنقطمه بإيدينا بيتقطم بكل سهولة. وكمان لو قطعناه كده بالسكينة ولا أي حاجة في قلبه لبه من جوه كده، وطبعًا الحجم ده أو الطول أو القُبر ده تقدري تتحكمي فيه زي ما أنتِ عايزة، أنا عجبني الحجم ده كويس، زي ما أنتم شايفين طري أهوّة من برّه ومن جوّه كمان ولونه جميل جدًا ولونه دهبي وجميل. يا رب يكون الفيديو بجد عجبكم، أهم حاجة إن أنتم ما تبخلوش عليه في العجين، تقدروا تعجنوه كويس جدًا، الفينو ما هو إلا عجن كويس، تعجنيه كويس جدًا يطلع معاكِ كويس بإذن الله. لو أنتم لسه معانا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس وما تبخلوش علينا بلايك واشتراك، وتتّكوا على كلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد بوصفاتي. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.